فيلم أولاد الذوات 1932، أول فيلم ناطق في السينما المصرية، الفيلم الذي أثار استياء الغرب، أول صوت ناطق في السينما المصرية يوسف وهبي. لا تغتروا بالمظهر الشرقي عندما يرتدي الثياب الأجنبية، فإنه يخفي تحتها نفسية وحش همجي تافه. جملة قالها محامي إنجليزي شهير اسمه إدوارد مارشال في دفاعه عن ست فرنسية قتلت شاب مصري في ظروف غامضة في لندن. في يوليو سنة 1923 أثيرت قضية مقتل شاب مصري اسمه علي فهمي بك على إيد مراته مارجريت الفرنسية بعد شهور من جوازهم في فندق كبير في لندن، وللأسف طلعت براءة. وفضلت القضية مسمعة في الصحافة وفي المجتمع المصري لسنين. قامت حملات صحفية وفنية على الزوجة الأجنبية. الموضوع ده أثار استياء عميد المسرح العربي يوسف بيك وهبي، اللي عمل حملة من خلال كتابته لمسرحية اسمها أولاد الذوات سنة 1930 يرد بيها على اتهامات المحامي للعرب ووصفهم بأنهم همج ووحوش. قرر يوسف وهبي وصديقه المخرج محمد كريم تحويل رواية أولاد الذوات لفيلم سينمائي بعد ظهور السينما الناطقة، وقرروا يبقوا أصحاب أول فيلم عربي مصري ناطق في السينما المصرية. والأول مرة بيقوم يوسف وهبي بالدور الأول للمرة الأولى على شاشة السينما. اتعمل السيناريو ومحمد كريم بنفسه صمم الديكور، وكان المفروض ان المشاهد هتتصور في برلين عشان ما كانش فيه في مصر استوديوهات مجهزة بمعدات صوت ولا إضاءة، لكن يوسف وهبي قرر يصور في فرنسا. وفعلا سافر محمد كريم والممثلين والممثلات فرنسا عشان التصوير. في البداية محمد كريم كان مرشح عزيزة أمير تقوم بدور البطولة قدام يوسف بيك وهبي، لكن حصلت مشكلة وبدلوها ببهيجة حافظ اللي بالفعل سافرت فرنسا عشان التصوير، لكن برضه حصل مشاكل وخلافات بينها وبين محمد كريم، رغم انه تاني فيلم معاه بعد فيلم زينب، بس فيلم زينب كان صامت. المهم بهيجة رجعت مصر وما كملتش، واختاروا أمينة رزق اللي سافرت، وده كان تاني عمل ليها في السينما بعد فيلم سعاد الغجرية. بالفعل انتهى تصوير المناظر الناطقة أو المشاهد الناطقة في الفيلم في باريس. رجعوا القاهرة صوروا باقي المشاهد الصامتة في استوديو رمسيس. الفيلم كان فيه سراج منير، دولة أبيض، أنور وجدي، أم كلثوم في الغنى، وبديعة مصابني في الرقص. فيلم أولاد الذوات كان نقلة مهمة في تاريخ السينما المصرية باعتباره أول فيلم مصري ناطق، وده شجع ممثلين المسرح اللي فشلوا أيام السينما الصامتة إنهم يشتغلوا في السينما. الفيلم قعد يتصور 5 شهور. قصة الفيلم: حمدي شاب بيخون مراته مع جوليا الشابة الفرنسوية، ولما مراته بتكتشف خيانته بيهرب مع جوليا فرنسا، ولما بيعيش معاها بيكتشف انه كان مجرد مغامرة عابرة في حياتها. وفي يوم بيشوفها في وضع مش تمام مع شاب، الدم بيضرب في نافوخه وبيضربهم بالنار وبيتحبس. بتمر سنين وبيرجع حمدي مصر يوم جواز ابنه، وبيكتشف ان مراته اتجوزت عشان وصل لها خبر انه مات في السجن. حمدي بييأس وبيقرر ينتحر. الله يرحمه يا حمدي، انت اللي عملت في نفسك كده. أعلنت سينما رويال أكبر دور عرض في مصر وقتها إن الفيلم هيتعرض يوم 14 مارس سنة 1932، وكان حدث ضخم جدا باعتباره أول فيلم ناطق. طبعا حصل هجوم جامد على الفيلم من الأجانب، وجريوا على الصحف الأجنبية عشان تهاجم الفيلم وتتهم مؤلفه ومخرجه بأنهم بيروجوا لكراهية الأجانب وبيحرضوا المصريين ضد المرأة الأجنبية. محمد كريم في مذكراته قال إنه واجه حرب شرسة من الأجانب المسيطرين وقتها على السينما المصرية. طبعا كون مصر تعمل أول فيلم روائي ناطق ده كان ضربة جامدة للأجانب اللي كانوا محتكرين السينما. ده غير الرسالة اللي قدمها الفيلم كرد فعل على قضية مارجريت وعلي فهمي اللي بتبين عنصرية الغرب. حصل جدل كبير على الفيلم، والأجانب قدموا شكوى لوزارة الداخلية اللي وقفت عرض الفيلم أول يوم، وشكلت لجنة شافت الفيلم وأجازت العرض وقالت ما فيهوش حاجة. الجمهور وهو قاعد بيتفرج على الفيلم أول ما سمعوا صوت يوسف وهبي، وكانوا الأول مرة بيسمعوا الصوت في فيلم سينمائي، وهاتك يا تسقيف وصفير والدنيا اتقلبت.
الفيلم نجح نجاح كبير واتعرض في الدول العربية وحقق ايرادات ضخمة. يوسف بيكوا بيكتب في مذكراته عن فيلم اولاد الذوات: لقد اقنع نجاح فيلم اولاد الذوات الكثيرين بمستقبل صناعة السينما، رحم الله يوسف وهبي. وطبعا نسخة الفيلم مفقودة زي اللي اتفقدوا، خسارة. تابعونا.